لو بتعاني من جفاف وهيشان في الشعر او شعرك مقصف او مفهوش لمعان، تعالي اقولك تعملي ايه. انا دكتور عماد ودي قناة صيدلين. اهم حاجة لازم اعرفها ان فروة راسي فيها غدد اسمها السيبام جلاندز او الغدد الدهنية. كل مهمة الغدد الدهنية ان هي بتطلع زيوت، الزيوت ديت بتساعد على ترطيب الشعراية. الغلطة اللي اغلبنا بيغلطها ان انا بشيل الزيوت دي بايدي. ازاي؟ عن طريق الغسيل المتكرر للشعر. بغسله كل يوم او يوم او يوم، لا وده غسيل كتير، ما بديش فرصة لشعري يستفيد من الزيوت الطبيعية اللي بتفرزها فروة الراس. برضو من الاسباب اللي بتخلي فيه جفاف في الشعر ان انا بنزل حمام سباحة كتير، مية مالحة كتير، بتعرض للشمس لعدد ساعات طويلة، وبرضو بعض الامراض زي الانيميا او خلل الغدة الدرقية بيعمل لي جفاف وتقصف للشعر. فلو عندي جفاف مع تساقط يفضل احلل صورة دم كاملة وتحليل غدة درقية. طيب ازاي اعالج الشعر الجاف؟ نمرة 1، غسيل مرة كل اسبوع او 10 ايام. يبقى اغسل على فترات متباعدة عشان ادي فرصة لشعري يستفيد من الزيوت الطبيعية اللي بتخرج من فروة الراس. وخلي بالي استعمل نوع شامبو يفضل يكون سلفيت فري، مفهوش سلفيت، لان السلفيت منظف قوي بيخلي الشعر ينشف. فاجيب حاجة تكون ما فيهاش سلفيت، او اجيب شامبو يكون من ضمن مكوناته زيوت، برضو بيبقى مفيد جدا لترطيب الشعر. زي ايه؟ من افضل الشامبوهات لترطيب الشعر هو الفيف شامبو المستورد اللي هو ليه بامب اللي لونه ذهبي، احسن شامبو للشعر الجاف. وانا بغسل شعري بلاش ادعك فيه 500 600 مرة، انا بحط الشامبو وادعكه بالراحة كده نص دقيقة. يعني اغسل بالشامبو وادعكه بس بالراحة لمدة نص دقيقة. وبلاش الناس اللي بتقعد تمسك شعرها وتلويه وتدعكه ببعضها، كل الكلام ده هيسبب جفاف اكتر وهيخلي شعري يقع. وانسب درجة حرارة للمية اللي بغسل بيها شعري هي المية الدافية، بلاش ولا مية سخنة هتنشف الشعر جامد ولا مية ساقعة هتجيب نتيجة عكسية. بعد غسيل شعري لازم الشعر الجاف يبقى ليه ترطيب. استعمل كل مرة بعد الغسيل بلسم. البلسم يفضل اسيبه على شعري من 5 ل10 دقايق وبعد كده اشطفه. طيب وشعري نشف بنسبة 60-70%، يعني شعري لسه مندي، يفضل احط عليه سيرم او زيت. السيرم بحط قد ايه؟ 5-6 نقط على شعري كله و5-6 نقط على اطراف الشعر. طب بالنسبة للزيت نفس الفكرة، ويفضل استعمل الزيوت اللي مش تقيلة زي زيت الارجان او زيت الجوجوبا او زيت الهازل نط او زيت الافوكادو، برضو مناسب جدا. يبقى 5-6 نقط على الشعر كله، 5-6 نقط على اطراف الشعر. وفي بعض السيرامات بتبقى سبراي زي السيرام بتاع لوريال دوت، كام بخة؟ من 5-6 بخات برضو على الشعر كله و3-4 بخات على اطراف الشعر. طيب في ناس تحب تنشف شعرها بالسشوار، انشفه بس على الاقل يكون نشف بنسبة 70%. بعد كده ممكن استعمل السشوار بعد ما اكون حطيت السيرم عشان يحميني من الحرارة العالية. وطبعا مش هوصيكم، التغذية عامل رئيسي في صحة الشعراية. لازم اكل يكون فيه نسبة عالية من البروتينات. افضل بروتينات بتفيد الشعر البيض واللبن. يبقى باختصار هغسل شعري كل اسبوع او 10 ايام. يفضل شامبو الفيف او شامبو من غير سلفيت. بعد ما اغسل شعري بحط بلسم يكون مناسب لنوع شعري مع كل مرة هغسل فيها شعري. بعد ما شعري ينشف بنسبة 70% بضيف لا اما سيرم لا اما زيت. وفي نفس الوقت منساش التغذية المناسبة اللي فيها بروتينات عالية.